السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عودة جديدة مع سلسلة جميلة من السلاسل المحببة ليكم ولينا احنا كمان، اللي هي سلسلة شرح كتاب دكتورز جايد. معلش احنا عارفين اننا وقفنا وقفة طويلة، ولكن كانت خارجة عن ارادتنا والله، ورجعنا تاني اهو نستكمل شرح طوارئ الاطفال اللي هي البيدياتريك emergency. حابة بس أذكركم إننا كنا منزلين 3 فيديوهات في سلسلة طوارئ الأطفال. الفيديو الأول كان بيتكلم عن ال Primary Assessment and Resuscitation of a Child، وكمان ال Pediatric Basic Life Support وإزاي إن أنت تنقذ طفل. تمام كده. الفيديو التاني كان بيتكلم عن ال Acute أزمة، وإزاي تتعامل مع طفل عنده أزمة صدرية، وإيه هي ممكن الجلسات اللي تقدر تعملها له وتتعامل معاه إزاي. تالت فيديو كان عن الأكيوت برونكيولايتس، كان عن التهاب الشعيبات الهوائية الحاد. هسيب لكم اللينكات بتاعتهم تحت الفيديو، وكمان البي دي اف اللي بنشرح منه متوفر على قناة التليجرام الخاصة بقناة الموضوع. هسيب لكم برضو اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس. تنورونا، وما تنسوش تعملوا شير على قنوات الامتياز وزمايلكم اللي ما يعرفوش ان احنا بنشرح الكتاب، علشان يستفادوا منه هم كمان. يلا بقى نبدأ عشان حاسة اني طولت عليكم كده. موضوعنا النهاردة تحت عنوان الأكيوت فيرال كروب أو ال CROUB. ايه هو الكروب ده؟ الكروب ده اللي احنا بنسميه الخانوق، وده بيرجع لأن المرض بيبقى بيخنق يعني. هو بيكون عبارة عن عدوى فيروسية معدية بتسبب السعال. طيب، آه كمان هي أحيانا يعني بتسبب صعوبة في الشهيق، ما بيبقاش قادر ياخد نفسه، عشان كده احنا سميناه الخنوق. طيب، هو بيصيب الحنجرة والقصبة الهوائية وكمان الشعب الهوائية، لارينجيو تراكيو برونكايتس. يلا نشوف بقى، انت لما بتجيلك حالة وتيجي تاخد هيستوري بتسأل عن ايه او بتبقى عايز تعرف ايه؟ الام بتبقى جايبالك الطفل، فانت بتسألها لو الطفل ده كان عنده مثلا دور برد، بتسألها عن أعراض البرد. تقولها مثلا الطفل ده كان بيسخن، هتقولك أيوة جسمه سخن. هتسألها الطفل ده كان بيعطس، هتقولك أيوة كان بيعطس. في رشح، أيوة في رشح. في سترايدر، هتقول لها الطفل ده لما بيجي يكح انت بتسمعي بحة في صوته، او لما بيجي ياخد نفسه انت بتسمعي بحة او بتسمعي اي صوت غريب. ودي على فكرة هي اهم حاجة في التشخيص، اللي هي الكروبي كاف with hoarseness of voice، اللي هي بيقولوا عليها الباركينج كاف. كحة شبه نواحي الكلاب أعزكم الله، أو المعزة أو البطة. يعني صوتها غريب كده، مش زي الكحة العادية. طيب، بتسألها كمان بتزيد امتى؟ هي هتقولك ايوه في كحة وفي اصوات غريبة. هتسألها هي بتزيد امتى؟ هتقولك غالبا بتزيد بالليل والصبح بدري. عمر الطفل ده بيكون ما بين 6 شهور ل6 سنوات. تمام. بعد كده انت هتيجي تفحص الطفل ده، تعمل له examination، هتعد الريسبيراتوري ريت بتاعه، غالبا هتلاقي عنده respiratory distress. هتسمع الشيست، هتلاقي اصوات غريبة زي ما قلنا. هتقيس له التمبريتشر، هتلاقي عنده غالبا فيفر. تمام كده. بيقولك معلومة مهمة، ان انت ممنوع تبص على التونسلز بخافض اللسان، علشان خاطر ده ممكن يعمل له لارينجيو سبازم او تشنجات يعني. طيب، التريتمنت هتعالجه ازاي؟ هو يعني بيختلف ما بين انت شايف الحالة اللي قدامك دي ايه، يعني هي مايلد ولا هي مودريت ولا هي سيفير ولا هي ايه بالظبط. بس في الاول كده مبدئيا انت بتهدي الطفل، بتديله هيوموديفايد اوكسجين، بتديله اكسجين يعني. و بتبص بقى على الحالة، لو هي كانت مايلد هتديله استرويد انهاليشن او انجكشن، بتديله كورتيزونات كده سواء كانت بخاخة او حقن. زي ايه؟ بتديله ديكساميثازون 0.1 to 0.5 مللي جرام بر كيلو جرام. الماكسيمم الدوز بتاعتك تديله 10 مللي جرام، يا اما اورال يا اما انتراماسكولار. تمام. او بتديله بيدوزينيد 2 مللي جرام نيوبلايزد. تمام كده. لو بقى الحالة كانت مودريت او كانت سيفير، فانت بتديله ادرينالين نيوبلايزر، تركيزه 1/1000، بتديله نص مللي جرام بر كيلو جرام بر دوز. الماكسيمم دوز بتاعتك ان انت تديله 5 مللي جرام من الادرينالين. تمام. او بيقولك هنا كمان ان ما ينفعش تديله برونكو دايليتورز، لان هي هنا بتكون كونترا انديكيتد. بالنسبة بقى للهوم تريتمنت، فاحنا قلنا ان الطفل ده بتكون عنده فيفر، فانت هتديله انتي بايريتك. الطفل ده بيكون عنده سعال او عنده كحة، انت بتديله انتي تصف. بتديله كمان سترويدز عشان الانفلاميشن اللي عنده ده، بتديله inhalation solution for inflammation. تمام كده. بندخل بعد كده بقى، بيقولك امتى تعمل urgent refill
أو إن أنت تستدعي نايب الأطفال، يعني إمتى تعمل له refer لقسم الأطفال، تحوّله على قسم الأطفال، أو تستدعي النايب. بيقول لك لو لقيت إن هو عنده obstruction موجودة، زي إيه؟ أو إيه اللي هيبين لك إن في obstruction؟ بيقول لك هتلاقي عنده persistent stridor، هتلاقي فيه دايمًا الstridor ما بيروحش حتى لو هو كان في وقت الراحة في الrest، أو هتلاقي عنده severe dyspnea، مش قادر ياخد نَفَسه أو في نهجان جامد. هتلاقي كمان subcostal أو suprasternal retraction، هتلاقي إن الجلد بتاعه مشدود لجوّه سواء من بين الضلوع كده أو من عند المنطقة بتاعة الsuprasternal. هتلاقي فيه drowsiness أو difficulty of speaking، يعني هتلاقي إن الطفل ده نعسان مش قادر يتكلم. هتلاقي فيه كمان cyanosis، الطفل ده هيكون مزرق. ولو لقيت الأكسجين saturation عنده أقل من 92%. تمام؟ طيب أنت لو لقيت الطفل كده هتعمل إيه في الاستقبال؟ هتحط الطفل ده على أكسجين، تخلّي الأم تهدّي الطفل على قد ما تقدر. هتدّي طبعًا steroids زي مثلًا nebulize budesonide 2 مِلّي جرام، هتدّي له جلسة Pulmicort بيكون 1 سنتي Pulmicort لكل 10 كيلو جرام plus 3 سنتي محلول ملح. طيب لو ما اتحسنش هتدّي له جلسة استنشاق أدرينالين، اللي هي بتكون عبارة عن نُص سنتي أدرينالين plus 2.5 سنتي محلول ملح. ممكن تكررها، بس خُد بالك إن أقصى جرعة ممكن تدّيها له من الأدرينالين هي 5 سنتي. بعد جلسة الأدرينالين ممكن ندّي جلستين محلول ملح كل ربع ساعة. طيب لو برضه الطفل ما اتحسنش هتدّي له steroid injection، هتدّي له مثلًا Cellocortef vial 1 سنتي لكل 10 كيلو جرام عضل أو وريد كل 12 ساعة. لو ما اتحسنش هتستدعي نايب الأطفال، ولو اتحسن هتنبّه على الأم إن هي تاخد بالها من الطفل لمدة ساعتين، تحطه تحت الملاحظة. يكون معاها أمبول دِكس عشان لو الطفل دخل في attack بالليل. تمام كده؟ طيب إمتى نعمل discharge للحالة نخلّيها تروّح؟ لو الطفل ده الحمد لله ما عليهوش non toxic appearance، يعني ما عليهوش أعراض اللي هو تسمُّم زي مثلًا الcyanosis كده. كمان لو ما فيش clinical signs للdehydration اللي هو الجفاف، لو الroom air oxygen saturation أكتر من 90%. طيب إيه روشتة في البيت؟ إحنا قُلنا إن إحنا بندّي له antipyretic وبندّي له antitussive وبندّي له حاجة للinflammation صح؟ بندّي له اللي هو الMiyoco أو الBronchicum شراب، ده بيكون تِلت الوزن كل 8 ساعات، ده عشان السعال. بندّي له Abimol أو Brufen شراب برضه، بيكون نُص الوزن كل 8 ساعات، ده علشان اللي هو antipyretic خافض للحرارة. بندّي له بقى أبيدون أو فينادون شراب تِلت الوزن كل 8 ساعات، ده عشان الinflammation. وبندّي له Vapozole inhalation solution، ده بيقول لك بتدّي له مكيال على نُص لتر ماء دافئ، وبيستنشق البخار بتاعه لمدة نُص ساعة كل 12 ساعة، مع ملاحظة إن هو يكون مغطي عينيه. تمام كده؟ ده برضه بيكون عشان يخفف الالتهاب. أنا كده خلّصت، أتمنى تكونوا استفدتم، وما تنسوش تعملوا share، وبرضه الPDF بتاع المحاضرة ديّة موجود على قناة التليجرام، هاسيب لكم اللينك بتاعها تحت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.